السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا. أهلا بيكم في فيديو جديد وروتين جديد، وإن شاء الله روتين يعجبكم جدا جدا. النهاردة هنقضي مع بعض كده روتين أول يوم المدارس. إن شاء الله فيديو حلو قوي تشجعوا منه كده وتاخدوا منه طاقة إيجابية. نقضي كده اليوم مع بعض بكل تفاصيله ونشوف احنا عملنا ايه وقضينا اليوم ازاي. اليوم ده بيبقى مميز جدا ويوم حلو قوي قوي بصراحة. فحابة كده ان انا اشاركه معاكم على القناة ويكون ذكرى حلوة كده لينا ان شاء الله. فيلا بينا كده. اول حاجة نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وندعي، ما تنسوش يا بنات، ندعي لاخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم نصرا عزا مقتدرا، اللهم امين يا رب العالمين. ويرحم شهدائهم ويثبت اقدامهم، اللهم امين يا رب العالمين. هنعمل مع بعض بقى النهارده ايه؟ هنعمل مع بعض اللانش بوكس بقى كده الصبح، وهنعمل كده فطار خفيف وجميل جدا جدا وفطار صحي حلو قوي قوي كده نعمله مع بعض. وكمان البنات هيروحوا بقى المدرسة، وهنعمل بقى غدا حلو قوي قوي مفيد كده وطعمه تحفة بصراحة، وأكل كده جميل قوي من اللي هو الأكل بقى البيتوتي بتاعنا الجميل قوي ده، بتاع أمهاتنا اللي كانوا بيعملوه لنا زمان، وكنا بنستناه كده ونشم الروائح بتاعته من آخر الشارع. وكمان البنات استلموا الكتب كده في أول يوم، فهعرض معاكم كده ونشوف هم استلموا ايه والحاجات اللي هم أخدوها. فيلا بينا كده الأول كده نشوف احنا عملنا ايه. أول حاجة كده أنا عملت الفطار أو اللي هي سندوتشات بتاعت بنتي الصبح، فهتشوفوا كده أنا عملت ايه. دي كده أفكار يا بنات لللانش بوكس. دي كده فكرة كده بسيطة لأول يوم كده أنا عملت لها ايه. هنعمل مع بعض إن شاء الله أفكار حلوة جدا جدا مع بعض، ونعمل مع بعض إن شاء الله كذا كده وصفة كده لللانش بوكس إن شاء الله تعجبكم قوي قوي، عشان خاطر حيرة كل يوم بقى وهنعمل لهم أكل ايه وكده، بحيث إن هما ما يزهقوش ويملوا كمان من الأكل وكده، ونعمل لهم أفكار جديدة. فأول حاجة كده يا بنات، أنا كنت بصراحة حابة إن أنا أعمل لهم كده مخبوزات في البيت وحاجات، فأنا ما عملتش أو ما أسعفنيش الوقت بصراحة إن أنا أعمل، فقلت خلاص تمام أمشي الأسبوع ده بأي حاجة، لأن كده كده انتوا عارفين الأسبوع ده أصلا يعني يعني الأطفال مش هيروحوا الأسبوع كله. احنا عندنا انا بنتي اللي هي في الاعدادي بصراحه راحت من اول الاسبوع من اول يوم الاحد، ولكن بنتي الصغيره اللي هي في رابعه ابتدائي دي راحت من يوم التلات. فهنعمل كده مع بعض ان شاء الله الاسبوع الجاي بامر الله شويه وصفات حلوين جدا جدا كده ايه، يعني نبتدي بيهم كده الدراسه ان شاء الله. المهم عملت كده يا بنات زي ما انتم شايفين كده، عملت لها كده اللي هو البيض الاومليت ده، عملت لها كده بضايه كده اومليت، ومطلعه جبنه ومطلعه جبنه رومي كمان، وهنشوف مع بعض كده السندوتشات اللي احنا نعملها عباره عن ايه. وبصراحه هما ما كانوا يعني ما كانتش عايزه فينو، فقالت لي انا مش عايزه فينو يا ماما، فجبت لها اللي هو العيش الشامي ده، بيبقى حلو قوي قوي يا بنات وطعمه تحفه بصراحه وجميل كده، وكمان كتغيير مش عشان ميبقاش دايما كل يوم كده فينو وكده، وانتوا عارفين اصلا كمان ان الفينو يا بنات اللي بره ده اصلا مش صحي. فعشان كده مرة نعمل فينو، مرة نعمل عيش من ده، مرة نعمل عيش بلدي، فنغير كده ونجدد يعني عشان كمان الأطفال ميزهقوش كده يا بنات. أنا عملت أول حاجة اهو البضاية كده حطيتها لها كده في الساندوتش، وهعمل لها واحد كمان جبنة رومي، وهعمل لها واحد كمان جبنة فيتا. ودي كده فكرة كده للفطار. طبعا كل يوم هتبقي عايزة تعملي لهم أفكار جديدة، أفكار مختلفة كده اللانش بوكس عشان ميزهقوش ويرجعولك بالأكل. فكل يوم كده نعمل فكرة مختلفة إن شاء الله مع بعض. وكمان كان عندي خيار وكان عندي كده عنب، بصراحة هو الفاكهة اللي كانت عندي. فالمهم أنا غسلته كده، والخيار كمان هقطع لها خيار في اللانش بوكس وأحط لها كده كام واحدة عنبة يعني. وخلاص على كده. بصراحة ما حبيتش خالص إن أنا أجيب لهم عصير من بره أو الكلام ده، إني كلها مواد حافظة وحاجات مش طبيعية خالص. هي كانت بصراحة عايزة تقولي يا ماما عايزة أجيب عصير من بره أو كده، قلت لها لأ، أنا هبقى أعمل لك عصاير في البيت طبيعية فريش أحسن كتير من اللي بره. فعملت لها بقى كده زي ما انتم شايفين، وهبدأ بقى ان انا اقطع بقى الخيار كده في جنب واحط لها العنب. وكان عندي بصراحة كمان كنت شوية بطاطا في الفرن قبلها بيوم كده بالليل، فحطيت لها كده قطعتين من البطاطا كده. طبعا البطاطا يا بنات حلوة جدا ومفيدة قوي قوي ونشويات صحية، فحلوة جدا جدا مغذية جدا جدا للأطفال كمان، فحلوة قوي. احط لها كمان قطعتين دلوقتي واقول لها ايه، يعني ده كده يبقى اللانش بوكس بتاعها بقى ايه، ما شاء الله اللانش بوكس مغذي وجميل جدا وحلو قوي قوي بصراحة. ايه رأيكم بقى في اللانش بوكس؟ قولوا لي بقى ايه رأيكم فيه كده.
ده كده كانت فكرة كده يعني من ضمن الأفكار. إن شاء الله أشارك معاكم بقية الأفكار إن شاء الله الأيام جاية كتير، ونبقى نشارك مع بعض كده أفكار حلوة جدا. دي كده أول حاجة خلصناها. خلاص بقى هبدأ إن أنا أخد لها الزمزمية بتاعتها، وأبدأ إن أنا أملاها لها كمان، وأعين لها بقى الحاجة في الشنطة. هنا كمان ما كنتش بصراحة كوت لها المريالة بتاعتها امبارح، فقلت اكويها لها النهارده كده وتلبسها كده قبل ما تمشي على المدرسة. ما كانتش متكسرة قوي، بس انا حبيت ان انا اعملها لها كده ويكون يعني تكون مكوية كده، يكون شكلها احسن حاجة بصراحة. فكويتها لها كده، وهبدأ ان انا البسها لها. شكلها حلو جدا، هوريها يعني هوريكم دلوقتي برضو هي لابساها ما شاء الله، كان شكلها جميل جدا جدا. بدأت ان انا اكويها كده زي ما انتم شايفين. بصوا بصراحة مجرد ما بمشي عليها المكوة كده يا بنات كانت بتتكوي بتبقى زي الفل. زي ما قلت لكم هي اصلا ما كانتش متكسرة قوي، كانت كده يعني حاجة بسيطة. فبس انا عدت عليها كده وخلاص، وهعملها من الجنب التاني برضو نفس النظام. هكويها بقى كده واخلصها وهسيبها شوية كده. كده هي كانت كنا لسه بدري يعني، ما كانتش هتلبس دلوقتي. انا بنتي اللي في اولى اعدادي يا بنات الكبيرة بتروح الصبح، ولكن بنتي اللي في رابعة ابتدائي بتروح الظهر، يعني بتمشي من البيت على الساعة 11:15 كده يا بنات. ماشية فترة مسائية مش صباحية. خلاص كده كويت بقى المريالة ما شاء الله بقت زي الفل كده، وهوريكم هنا ده البنطلون بتاعها. وقلت هتلبس البادي ده بكم، او الجو لو حر، لو هي حاسة بحر هلبسها ابو نص ده. فهي قالت لي لا يا ماما الجو حر، خلاص هلبس اللي بنص. المهم هنا اهو مليت لها الازازة بتاعتها او الزمزمية بتاعتها، وهبدأ بقى ان انا احطها لها في قلب الشنطة. وهي ماشيه بتقول لي يا ماما دي الشنطه خفيفه قوي قوي، اصل انا ما كنتش حاطه لها فيها، هي بنات اللي كراسه واحده بس. قلت لها كل مدرس يدخل شوفي هيبقى هو محتاج منك ايه وايدي في قلب الكراسه. فكانت جايه تقولي الحقيقه يا ماما كتفي مش قادره لان استلموا الكتب اول يوم. ف بصراحه كانت الشنطه تقيله جدا، وده كده اللبس عليها ما شاء الله كان اللهم بارك كانت زي العسل. ربنا يا رب يحميها هي وولادكم، اللهم امين يا رب العالمين. ليه يا ولاء ما صورتيش بنتك الكبيرة قبل ما تمشي على المدرسة؟ والله يا بنات ما كنتش قادرة خالص، زي ما انتوا حاسين من صوتي كده الحمد لله. بس انا حبيت اوثق معاكم كده الروتين ده او اليوم ده. ان شاء الله برضه ابقى اصور معاكم مرة برضه وانا يعني يعني مرة تانية ان شاء الله بروتين تاني، وانا بنتي الكبيرة رايحة المدرسة ان شاء الله. ادعوا لي بقى يا بنات بالشفاء العاجل، ربنا يا رب يشفيني ويعافينا لو كل مرضى، اللهم امين يا رب العالمين. فما كنتش قادرة بصراحة ان انا اصور معاها الصبح، فعملت كده لبنتي التانية اخر يعني في الفترة المسائية. خلاص بقى هي مشيت على المدرسة، ربنا يا رب معاها. ما ننساش بقى ندعي لولادنا يا بنات كده هما ماشيين على المدرسة، ادعوا لهم كتير قوي ربنا يحفظهم ويحميهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى دخلت انا عشان اعمل فطار ليا، فطار كده جميل قوي قوي. حبيت برضو ان انا اعمل لنفسي زي ما عملت لها بالظبط. قلت اعمل برضو البيضه بتاعتي اومليت، بس انا زودت عليا انا حته فلفل الوان كده. هي ما عملتلهاش كده ليا ولا عشان هي بصراحه ما بتحبش الفلفل خالص في الاكل، يعني ما بتحبش الفلفل الالوان ولا الحاجات دي. فهي ما بترضاش يعني، او بتشيله ترميه. فانا حبيت ان انا يعني اعمل ليا انا بقى كده. وهبدأ ان انا بقى احط قطعة كده من الجبنة الرومي كده في جنب، بحيث تدي تست حلو قوي قوي، وبتدي طعم حلو قوي قوي للبيض الاومليت ده. كده خلاص انا اتأكدت انها احمرت من تحت واستوت. هبدأ ان انا اجيب قطعة كده من الجبنة الرومي واحطها كده في جنب في البيض، وهبدأ اتني عليها البيضة كده يبقى زي السندوتش كده بالظبط. وهدخلها في العيش، يعني سندوتش تبقى حلوة جدا زي ما هتشوفوا معايا كده بقى. بصوا خلاص هبدأ ان انا اتنيها كده زي السندوتش، عشان خاطر الجبنة الرومي بقى تبدأ انها تسيح كده وتدي طعم حلو في الاومليت ده. تمام زي ما انتم شايفين كده، بصراحة أكلة حلوة قوي قوي، مشبعة جدا يا بنات وصحية جدا كمان. يعني وجبة كده كاملة متكاملة، البروتين مع الخضار، فحلوة قوي قوي. تأكدت كده من جميع الجوانب انها خلاص اتحمرت معايا واخدت لون حلو كده، والجبنة ساحت خلاص وبقى طعمها حلو. هبدأ بقى اجهز دلوقتي كمان فنجان القهوة باللبن بتاعي، اللي لازم كل يوم بصراحة اخده كده عشان بيفوقني الصبح كده. ويعني هو بصراحة يعني
باحس كده إن يومي بيبدأ صح بيه بصراحة يعني، باحس إن أنا بابقى متشجعة كده الصبح أو فايقة، يعني القهوة الصبح كده أو النسكافيه بتفوقني كده على الصبح. فالمهم كده عملت بقى الفنجان بتاعي، فنجان كده قهوة باللبن، كان جميل أوي أوي بصراحة كده، وقعدت بقى على جنب كده أكلت الساندوتش بتاعي وشربت كوباية القهوة باللبن بتاعتي، وقمت بقى شُفت مصالح بيتي وشُفت أنا ورايا إيه. قولوا لي بقى يا بنات انتوا عملتوا ايه كده، واول يوم كده المدارس قضيتوه ازاي، او عملتوا ايه، او انتوا كان اول يوم المدارس عندكوا ايه؟ قولوا لي بدأتوا اول يوم امتى؟ بدأتوا اول يوم الحد كده ولا لأ؟ احنا عندنا زي ما قلت لكم كده الدراسة، يعني الاعدادي بدأ او اولى اعدادي بدأت من اول يوم، ولكن الابتدائي كان كل مرحلة في يوم بصراحة، يعني سنة اولى كانت يوم الحد، سنة تانية كانت يوم الاثنين، سنة تالتة ورابعة كان يوم التلات، وخمسة الأربع، وستة الخميس. فكانوا كده كل مرحلة ايه في يوم. فقولولي برضه انتوا عندكم نفس النظام ولا ايه بالظبط؟ بدأتوا بقى مدارس ودراسة ولا لسه ما رحتوش ولا ايه النظام؟ هنا بقى يا بنات اخدت كده نص رغيف اهو زي ما انتوا شايفين، هحط فيه بقى البيض ده. بصوا وجبة كاملة متكاملة ما شاء الله جميلة، وهقطع كمان حتة خيارة جنبها كده، وخلاص احلى فطار على الصبح بصراحة، مفيش احلى ولا اطعم من كده. انا اكتفيت بنص رغيف بس يا بنات، عشان خاطر ايه، انا يعني بصراحة بقلل في اكلي، مش عايزة ان انا ازود الاكل، وانا اصلا دي طبيعتي، يعني انا في الطبيعي او في العادي هو انا برضو باكل نص رغيف مش اكتر، يعني ممكن كل فين وفين لو صدفت ان انا ممكن اكل رغيف كامل يعني. يعني هي دي اكلتي يا بنات، انا مش يعني مش ان انا بقلل بمزاجي، لا هي دي انا بشبع كده فاهمين. فالمهم كان في كمان كام واحدة عنبة كده فايضين، ما كنت بعمل لبنتي اللانش بوكس، فخدتهم كده يعني قلت ابقى احلي بيهم بعد الاكل يعني. خلاص كده بقى نستنى بقى القهوة بتاعتنا، خلاص القهوة كانت على النار خلاص كده قربت، نبدأ بقى نصب مع بعض القهوة دلوقتي، ونبدأ بقى ان احنا ناخد الفطار بتاعنا الصحي الجميل ده، وافطر بره كده مع نفسي، وبعد كده نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. خلاص بقى هنا القهوة بتاعتي كانت خلاص بقى اتعملت، ما شاء الله يا بنات، يعني بصوا عشاق القهوة بقى يجوا هنا معايا وتفضلوا معايا بقى القهوة والفطار الجميل ده. قولي مين فيكم بيحب الفطار ده يا بنات؟ فطار رايق كده الصبح، بصي اما تبقي قاعدة مع نفسك كده، ولادك مشوا على المدرسة الصبح بقى وانتي مع نفسك، تعملي بقى فطار رايق كده، والحاجة بتاعتك اللي انتي حابة ان انتي تشربيها، وتقعدي كده مع نفسك. بص روقان والله يا بنات، تقعدي مع نفسك كده يعني راحة نفسية كده وهدوء وروقان، مفيش أحلى من كده. هنا بوريكم أنا خلاص بناتي كانوا رجعوا من المدرسة، وغسلت اللانش بوكس بتاعهم والزمزميات، وغسلت شوية مواعين، وعملت كمان هنا كنت عملت سبانخ ولحمة، كنت يعني سويت السبانخ وبعد كده سويت قصدي اللحمة، وبعد كده عملت منها سبانخ وحطيت فيها قطعتين كده من اللحمة، وكنت غاسلة الملوخية كده، وهبدأ ان انا اخرطها عشان ايه اعمل الغدا. وهعمل دلوقتي رز كمان بشعرية اهو زي ما انتم شايفين، ده كده كان الغدا بتاعنا، غدا مصري اصيل جميل جدا جدا، كلنا بنحبه وبنعشقه، بيفكرنا كده بايام زمان كده، ما كانوا يعني نبقى جايين كده من المدرسة ونلاقي مامتنا عاملة لنا الاكل الجميل ده. بصراحة ربنا يا رب يديهم الصحة وما يحرمناش منهم ابدا يا رب، ويرحم امهاتنا اللي توفوا. هنا بوريكم بقى بصوا الملوخية هنا انا خرطتها في الكيس، بخرطها كده ومعتمدة الطريقة دي يا بنات، سهلة وسريعة وبسيطة، ومش بتوسخي بقى مخرطة ولا توسخي صينية ولا أي حاجة. وكان عندي شوية شوربة كمان في الفريزر، كانت شوربة فراخ، فطلعتها كده لأن احنا بصراحة بنحب نشرب شوربة اللحمة. وعملت الملوخية، بصوا كله في السريع في السريع كده ما شاء الله، يعني كانت أكلة كده جميلة كده بصراحة، يعني مش عارفة أقول لكم إيه، الملوخية خضرة وجميلة زي ما انتم شايفين اللهم بارك، الرز بتاعنا مفلفل وجميل، والشوربة واللحمة كانت زي العسل، والسبانخ كانت زي السكر بصراحة، كانت حلوة قوي قوي قوي. بصوا كده البنات بقى رجعوا من المدرسة، وبصوا استلموا الكتب، استلموا الكتب أول يوم مدارس. فدي كده الكتب بتاعت سنة أولى إعدادي يا بنات، دي كده سنة أولى إعدادي. بصوا يا بنات نزلوا كتب للتقييمات، كانوا بيقولوا فعلا هيعملوا كتب للتقييمات، وفعلا نزلوا كتب للتقييمات بتاعت الأداءات الصفية والإيه والتقييمات أهو. بصوا فعلا عاملين لهم أهو، فده كده بتاع العربي، يعني ده اللغة العربية، وده التقييم بتاع بتاع العربي، وده الانجليزي،
وده الدين. هاتي الشنطه. بصوا يا بنات، وده العلوم، ده اللي هو التقييمات برضو، ده التقييم بتاع العلوم، وده الكتاب بتاع العلوم، وده التقييم بتاع الرياضة، وده كتاب الرياضة، وده اللي هو الدراسات. مش مديهم تقييمات للدراسات ولا ايه؟ مديهم مسلسل منهم المرة الدراسات يا بنات لسه التقييم هياخدوه لسه المرة الجاية، يعني هما ايه سلموهم وقالوا لهم التقييمات لسه المرة الجاية. يعني كده فدول كده بتوع الايه، بتوع اولى اعدادي. بصوا بقى يا بنات، هاتي الشنطة بتاعتك. دي بقى يا بنات الكتب بتاعت سنة رابعة. ده كده الانجليزي اهو بتاع التقييمات، العربي ده الدراسات، وده العلوم، وده الدين، وده العلوم، وده التقييم بتاع العلوم. بصوا التقييمات عامله ازاي، والله احسن حاجه عملوها بصراحه. كنا لازم نجيب كشاكيل ومعرفش ايه. ده التقييمات بتاع العربي، وده الرياضه. فانتوا كده مش مديكوا هنا تقييمات للرياضه، ولا كده انتوا مديكوا عربي ومدينكوا علوم بس. طب عربي وعلوم وانجليزي بس. طب امال الباقي ايه؟ الباقي هو المستر بتاع الرياضة قال لنا هاتوا كشكول 80 ورقة. يعني ما نزلوش للرياضه تقييمات؟ قال لنا عشان تعملوا التقييمات والحاجات دي. يعني انتوا كده ما نزلكوش كتاب تقييمات للرياضه صح؟ كده ولا العلوم صح؟ لا كده ما نزلوش يا بنات لرابعه تقييمات، لا للعلوم ولا للرياضه. بس مش كده. قالوا لهم بس هاتوا ايه، قالوا لهم هاتوا كشاكيل للتقييمات وخلاص. ففي مواد كده عملوا لها تقييمات وفي مواد لا. والاعدادي للدراسات زي ما قلت لكم لسه لهم المره الجايه، مش عارفه بقى هي فعلا هيدوهم ولا هم اصلا ما نزلوش، فمش عارفه بصراحه.